يا مساء الفل. تعالى نعمل مع بعض وجبة الإنقاذ السريعة التحفة اللي ما بتاخدش أي دقايق مننا، بدون لحمة بدون فراخ، وبجد إبهار. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي، وكمان وجبة تحسوا إن هي يعني متكاملة فيها خضار، بجد طعمها تحفة جدا ما شاء الله. يلا نشوف المقادير بتاعتي، سهلة وبسيطة. أول حاجة معايا نص كوباية حليب أو لبن، وهنزل عليهم بثلاث بيضات بالشكل ده. وهبتدي اخلطهم كده مع بعض يندمجوا. وهكون محضرة بقى شوية بهارات كده بسيطة. الاول هنزل بالخضار بتاعي، طماطميتين صغيرين، وهنا بقدونس قطع صغيرة، وهنا فلفل احمر وفلفل اصفر، وبشرت بصلاية صغيرة نزلت بيها برضو. كان عندي قطعة بسطرمة كده قطعتها برضو، وعندي هنا بطاطسيتين كنت بشرهم، وعندي هنا فلفل اخضر سبايسي وفلفل عادي زي ما تحبي، ممكن لانشون. هنا بقى البهارات بتاعتي كانت كمون وكزبرة، وكانت بابريكا، وكان فلفل اسود، وكان شوية ملح كده بسيط، وقلبتهم كده مع بعض بالشكل ده. ولو عندك بقى لانشون، زيتون، اي حاجة من الحاجات دي تدخل برضو معاها، هتبقى بجد هتبقى رهيبة وبتتحضر في دقايق. ومعايا معلقتين كبار زيت، ومعايا 4 معالق كبار دقيق عشان نربط بس المكونات كده مع بعض. ومعايا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهقلب كل المكونات كده مع بعض، شايفين كده بالشكل ده. وهنا معلقتين كده جبنة موتزاريلا. بدأت بقى اجيب الصينية بتاعتي، اي صينية تدخل الفرن لازم تدهن زيت كويس جدا، عشان بس ايه، ما يلزقش معانا الخليط بتاعي بالشكل ده. وهبتدي اكون الفرن بتاعي اهم حاجة يكون ساخن مسبقا، يعني مسخناه كويس جدا. ونزلت كده بالخليط بالشكل ده. وهبتدي بقى ايه، اديله على الوش بقى رشة جبنة موتزاريلا، عندك شيدر، عندك رومي، اي نوع جبنة بقى تحبيه. انا رشيت عليها موتزاريلا وكانت جميلة جدا. واكتفينا بالصينية الحلوة دي مع عيش، وكانت في منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، وجبة الانقاذ. يا رب ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم. باي باي.